حل الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم الشيخ علي بن العربي التيجاني بمدينة بوتشي النيجيرية التي تحتفي بمولد الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية في العالم، وسط استقبال شعبي حاشد من محبي ومريدي الطريقة التيجانية في نيجيريا. وضمن الفعاليات استحضار لجهود الجزائر ودورها في تنمية القارة الإفريقية. موفد التلفزيون فتحي يعقوب. استقبال مهيب، التوصيف الأدق للاستقبال الذي حظي به الوفد الجزائري بدولة نيجيريا. بوتشي العاصمة الروحية للدولة تحتفي بالخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم الجزائري علي بن العرابي، والصور التي تشاهدون أبلغ من أي تعبير. في نيجيريا خاصة تجد من مريدي تيجاني أكثر من 60 مليون نيجيريا فقط، والحمد لله. لذلك هذا بلد نيجيريا الجزائر كله، والحمد لله وجزاكم الله خيرا. وعلاقتنا لعلاقتنا لأين ماضي، هذا بلدنا الثاني لأن فيها ولد مولانا الشيخ أحمد التيجاني، لذلك كل تيجاني الجزائر في قلبي. بحضور نخبة الأمة النيجيرية وممثلين عن قادتها، استحضر المحتفون جهود الجزائر في الوقوف إلى جانب نيجيريا والشعوب الإفريقية قاطبة. العلاقة بين نيجيريا والجزائر علاقة عميقة قديمة منذ قدم التاريخ. كانت هناك علاقة تجارية وعلاقة دينية قبل أن يأتي الاستعمار ويفرق بين الشعوب الواحدة، فكان هناك علاقة وأوطدها وبظهور مولانا أبي العباس الشيخ أحمد التيجاني، فصارت الجزائر بلد لكل نيجيري، بلد واحد. إذا نزل في عين ماضي يجد أن كأنه في قعر داره في نيجيريا. يدرك الأفارقة أن الجزائر أكبر وأهم وأقوى دولة في المنطقة والقارة، تماما كما يدركون أنها أكثر الدول إخلاصا وصدقا في علاقتها بالدول الإفريقية وشعوبها، ولأجل ذلك يعتزون بهذه العلاقة ويعملون على تطويرها.